هيا يا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه اقرب شوكولاتايه كده لقلبي. طبعا هي بقت مقاطعه، فقررنا كده ندور على البدايل انا واختي، كده قعدنا نتفرج على فيديوز عشان نوصل لاكتر حاجه تكون طعمها الطعم يعني الاوريجينال بتاعها. طبعا احنا هنعمل النهارده باونتي باينه من الخامات. فهقول لكم بسرعه كده احنا حضرنا ايه. هي خاماتها بسيطه قوي، وان شاء الله يطلع طعمها حلو. هدوقها معاكم في الفيديو واقول لكم طلعت حلوه ولا مش زي الاوريجينال قوي. اول حاجه عندنا كوبايه وربع، دول كده كوبايه وربع جوز هند، ونص كوبايه حليب مكثف محلى، اي ماركه بقى محليه او ممكن تعملوه في البيت، وشوكولاته مطبخ بس احنا جايبينها طبعا بالحليب عشان يبقى طعمها حلو، ودريم مش مقاطعه. فهنعمل بقى ميكس كده الحشو بتاعها، وبعدين نشوف بقى الشوكليت وازاي هنظبطها. اول حاجه هنحط بقى كوبايه وربع جوز هند، اللي هو مش مبشور ناعم قوي يعني. بصوا يعني اعتقد باين بتاع رمضان يعني، ده كان باقي عندنا شويه. وعليهم بقى نص كوبايه حليب مكثف محلى، وهنحاول بقى نعمل ميكس كده ما بينهم. بس هنبدأ بقى نخلطهم كده مع بعض لحد ما يبقى عندنا عجينة متماسكة نقدر نشكلها، عشان ده يكون حشو الباونتي وما تكونش برضو تقيلة قوي فتبقى ناشفة جوه. يعني احنا عايزين يدوب تمسك كده نفسها ونعرف نشكلها. بس بصوا هي بقى شكلها عجينة ازاي، متماسكة في الايد ومش ناشفة وبرضو مش طرية قوي، يعني مجرد ما بتضموها على بعض كده بتمسك. تعالوا بقى نعمل شكل كده الشوكولات بقى اللي عايزين يعني تكون الحشوة بتاعتها. فيعني حتة مش كبيرة، على حسب بقى انتوا عايزين الشوكولاتايه قد ايه يعني. بس نبدأ بقى نحاول نشكلها كده. ممكن تعملوها في قوالب لو انتوا حابين، ممكن كده يعني. اي شكل على فكرة هتطلع حلوة لو ان شاء الله بس الطعم طلع بيرفكت زي التانية يعني. بس هنشكلهم بقى كلهم ندخلهم الفريزر، ونبدأ مع بعض نسيح الشوكولاتة. ده كده بعد ما تشكلوا، يعني هي الكمية عملت الحبة الصغنطتين دول، فانتوا تقدروا طبعا تضاعفوا الكمية. انا بس بجرب هتعجبني ولا لا. وطلعنا الشوكولات اهي، وجايبة بولة ازاز، وهبدأ اقطع الشوكولاتة دي صغير خالص، وهحطها على حمام مية دافي لغاية اما تدوب خالص، ونبدأ ننزل دول فيهم. بس انا دلوقتي هحطهم في الفريزر على ما الشوكولاتة تسيح، عشان يكونوا يعني باردين، فما ينزلوا في الشوكولاتة السخنة على طول تمسك عليها و ما يفكش يعني او يبوظ. هدخلهم الفريزر ونسيح الشوكولات ونرجع نكمل مع بعض. هنا بعد ما طلعناها من الفريزر بقت متماسكة خالص، والشوكولاتة دي سيحناها حمام مية مايكرويف زي ما انتوا حابين. هنبدأ بس ان احنا نغطسها كده في الشوكولات، وبشوكة بس يعني نقلبها انها تاخد بس الشوكولاتة كده من كل الاتجاهات، وبنرفعها بالشوكة تصفي اي شوكولاتة زيادة. واهم حاجة ان احنا نطلعها على ورق زبدة علشان الشوكولاتة طبعا ما تلزقش فيها. بس بصوا فكرتها يعني فكرتها سهلة وبسيطة، وما بتاخدش بقى وقت يعني. تعالوا نحطها كده على ورق الزبدة. هنكمل الكمية بقى واوريكم كده الشكل في الاخر. بصوا بقى الجمال والحلاوة اللي طلعت. تعالوا اوريكم بقى شكلها من جوه الحشو فيها، واوريكم كمان، او يعني مش هوريكم بقى، هنجرب طعمها واقول لكم كده زي بره ولا لا. تعالوا كده نفتح. بصوا الحشو، واو، كمية رهيبة ما شاء الله. وتعالوا ندوق مع بعض. بس ده شكلها، عايزه لكم طعمها طالع حلو جدا جدا جدا. ممكن بس لو حاجه ان احنا نزود جوز الهند سنه صغيره عشان يبقى يعني اقرب للطعم الاوريجينال بتاعها. انا بالنسبه لي حلوه قوي، اختي قالت مسكره سنه، فده طبعا اذواق. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.